السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في قناتكم قناة حياتي الروح. كيف ما كتشوفوا معايا كنا غادا مسافره واحد الاسبوع للمرنيسه نواحي مدينه تونانت عند العائله ديالي. غادي نشارك معكم بعض الوصفات من هذه المنطقه اللي كنت صورتها هذه عامين. يعني منطقه رائعه بالطبيعه ديالها، يعني بالنسبه للناس اللي كيحبوا الطبيعه هذه المنطقه راه هي واعره بزاف، يعني فيها ما يتشاف. فكنت صورت فيديو كما قلت لكم هذه عامين راه كاين في القناه على هذه المنطقه، ودابا غدا ليها يعني غدا عند العائله لان وقت الزيتون دابا كيسقطوا الزيتون كيحضروا زيت الزيتون. هادشي علاش غادي نمشي باش نجيبوا شويه ديال زيت الزيتون. وكيف قلت لكم يعني الا لقيت شي حاجه لقيت ما نصور راه غادي نصور لكم سواء بعض الوصفات او لا شي حاجه يعني كتخص المنطقه. وكيف ما كتشوفوني دابا انا راني دزت الفاس، يعني من جديد دزت الفاس وبت ليله في فاس عند العائله ديالي. ودابا في الصباح انا غادا مكمله الطريق لمرنيسه طاهر السوق، غادي نوصل ليها وعاد غادي ناخذ المركوب باش نطلع لدوار اماسين، يعني في كتواجد العائله ديالي. هنا فوصلت لطاهر السوق وخديت المركوب باش نمشي لدوار اماسين. فما بين طاهر السوق ودوار اماسين كاين هذا السد اللي كتشوفوه معايا اللي هو سد اسفلو. يعني كيف قلت لكم راه المنطقه واعره وفيها ما يتشاف، وللاسف بزاف الناس ما تعرفوهاش. كيف ما كتشوفوا معايا انا كنصور لكم غير مقطع من البلاصه اللي جيت ليها. هذا هو الجبل اللي غادي نطلع فيه كما كتشوفوا، يعني غنطلع الطلعه كامله حتى الفوق وعاد ننزل، ولكن كاين يعني منظر زوين. كيف ما تشوفوا معايا سخفت. غادي توجد لينا خالتي المسمن ديال هذه المنطقه باش تشوفوا الطريقه ديالو كيفاش دايره. خذي لا ديري الماء هو الولاد ديري الطحين. لا انا معليش كيف ما درتي الطحين دابا الطحين غير ديال القمح بوحدو بوحدو القمح مشطط مزيان وشويه الملحه. مازال ما درتش الملحه، خليته مسوس. خليه علاش خليتي مسوس؟ غتخليه مسوس غتزيد الملحه في الاخر. نزيد زيدي الملحه. صافي هذا مسمن خاصو العوض هذا صافي. لا خلي بدهم الزيتون. هاي يلا حيت نقع كمله في النقع مزيد مع بعض غادي الطحين. يا مالي هذا ما هوش مابغاش يخسر صافي 10. تعجبني داك القصريه باش ما يبقاش تلعب لك. هاي نديرو السيسي دير هاد دير الزيت من تحت باش ما يهربش. شنو هو الخروف؟ تنفع الطويش الظريف اللي عندي عليه وياخذ زي وقت عم زي وقت بالماء عليه وقت بالشيشة تويتها كذا مثل لما تطلع على الكاوي صافي ما عليها. العجينه عندكم كلها بونيه؟ لا يتاخر عندي. لا ولكن كتبقاو تعجنوا بحال هكا يعني من الاول حتى الاخر. نديرو بحال هكا كلها هكاك فيها بونيه بحال هكا.
العجينه تولي رطبه. ايوا عشان دعاء عشان خلي انا اللي كنهضر. تهضر باش اللي بغا تقولها الناس قادرين على كلشي. كاع ترويحه راه مريضه. باش ما نقدرش احنا نوضنا تعجنينا بالسمن. زعما باش نفرز الهضره. اللي قادرين على كاع اللي كاينه قوليها. وريني عجينه كيفاش خاصها تكون. وريني عجينه كيفاش خاصها تكون. بحال عجينه الشنج واقيلا. لا بحال عجينه الشنج. بحال عجينه الشنج. كون معلوش راني ما جاريش. راه الا تجارى ما يصلحش يتقطع. تقريبا بحال عجينه الشنج زعما. صافي جيب السيدنا. شنو خاصو يشرب شويه باش يتقرص. يتقطع ولكن حنا مزروبين. ما تخليش يشرب شويه. حنا مزروبين بغيت نقطعو نخليه شويه يشرب كمان نمشي نطلع العافيه. خاصو واحد شويه يشرب باش ما يتقطعش، باش العجينه ما تتقطعش. انا شكرا عرفتي ليا لا تميه. هنا كيديروا زيت الزيتون، يعني زيت البلديه، ما كيديروش الزيت الرومي كاع في البسمه ديالهم. الزبده ما كيديروهاش. شفتوا الحجم ديال السمنه واش كتجيب سمنه كبيره شوفوا معايا وكتحطها في الطحين، يعني في القمح ماشي في الزيت. بلاتي دابا ها هما البسملات، ها هما خمروا. هنا كترش عليهم القمح من الفوق يعني خلطوا شويه وطيبوا فوق العواد. بلاتي غير وطيبوا فوق العواد البلاصه اللي كيطيبوا فيها. شنو هذا السميد؟ سميده غليظ. علاش كديري السميد؟ وزيت زيت الزيتون، يعني ما تيخلطوش، كيديروا فقط زيت الزيتون هنايا. التغطيه ديالهم كطيبوا غير بزيت الزيتون، يعني الزيت العادي غير الا داروا لشي حلوه ولا شي حاجه، لان المنطقه اصلا معروفه بالزيتون. غتصايبها فوق هادي سميت هادي طبق. سير حطها لهين، سير حطها خلينا نكمل. يعني كيشدوا بالسمنه وتيبقاو يجروها هنا فوق هاد الطبق. يعني خص العجينه تكون مطلوقه مزيان. وكيشتو عجينه راه معجونه غير بالقمح. رشت شويه السميد غليظ. ماشي واش ضروري كيديروا السميد غليظ؟ ماشي واش ضروري ديري السميد غليظ؟ لا ماشي ضروري. بحال رقيق بحال غليظ. بحال باش اللي بغا يدير على القمح اللي عجنتي بيه تا هو ديري. صافي كدير الزيت العود، ما تديرش الزبده. من هنا ما تيديروا لا الزبده لا الزيت الرومي.
الزوين في هذا المسمن هو انك ولو تخليه 3 ايام 4 ايام، يعني ماشي في الثلاجه غير على برا، يديروا في يعني في طرف ديال الثوب وفي بلاستيكه، كيبقى غزال، كيبقى زوين، كيبقى محلول. ديري السمنه دقيق احسن. مش هذا بحال هذا صافي. هما الصراحه راه كيديروا غير القمح، ياك مولتي كديروا غير القمح من الوسط. الشيء اللي كاين هذه ما عرفتش علاش بغيتي ديري السميد. ديروا غير باش هاد الفتره مولتي كديروا غير القمح في الاول. نديروه مع حاجه نجيب كيلو. صافي كدير الزيت وكدير السميد. كتجي محلوله هاد البسمنه. صافي ومن تما ديريكت، يعني ما تقرصوا ما والو، ديريكت المقله. لا اجي حيدي لينا اجي ديري العجينه ديالك هنايا. اجي بنت اختي هي بغات تعجن بسمنه. ديري هنا بس هنا. كما شفتوا معايا الطريقه راهي سهله بزاف، وكيجي واحد المسمن اللي هو رائع سواء في المذاق ديالو. وكيف قلت لكم راه ما تحتاجوش ديروه في الثلاجه، ديروه في شي قطعه ديال الثوب، خليوه 3 ايام 4 ايام حتى 5 ايام، غير تبغيو سخنوه راه بحال يلاه صايبتي اول مره. كيجي محلول بزاف ويعني صحي، راه معجون غير بالقمح، ما فيه لا دقيق الابيض لا والو، غير بالقمح وزيت الزيتون. هو خاصو فقط الطريقه ديال العجينه ديالو كيف ما شفتوا بحال الطريقه ديال الشفنج، كتبقى غير يعني كتبوني فيه كما شفتوا، وكدير شويه ديال الماء يعني حتى كيولي مطلوق بزاف. بلاتي زين نشوف كيفاش كيجي محلول من الداخل. شويه سخن عليا الشكل ديالو من الداخل كيجي محلول، وكيجي فيه الريحه ديال العود، كيجي غزال. هذا هو الشكل ديالو بلاتي. شوفوه واخا قطعيه باش يشوفوا. نزلي شويه بلاتي، كيجي محلول. هذا هو الشكل ديالو. صافي راك باش يشوفوا من الداخل كيجي مورق مزيان، بس ما كيتقرص ما والو يعني. نطلع لك اخرى. لا صافي غير هادي صافي. انا بغيت نوري من الداخل باش يشوفوا باش كيجي محلول. صافي. هذا هو الزيتون اللي جمعوا يعني ديال العائله ديال المنطقه. فدابا غادي يجيو حاشاكم الحمير، غادي يجيو يهزوا هذا الزيتون باش يطلعوا الجبل الفوق، يحطوه ويتسناو المركوب ديال المعصره اللي غتعصر لهم هذا الزيتون. يعني كيجي المركوب ديالها باش يهز لهم الزيتون ويديه باش يعصروه. فيعني هاد الناس اللي كيعيشوا في الجبال الله يحسن عوانهم، يعني هاد الزيتون كيضربوا عليه تماره بزاف باش كيحضروه. جبنا البردعه والصينيه هذه وهو يجي وهي كتحريات اللي خاصني البردعه الا كيف تعسوا هي مصريه لا صافي فحله. طيب هذا باش محمد تا هو اي تفتح شويه اصاوب لك التاريخ نصور خلق هو داير. لا ما نصورش لي وجهه. لا الرسام بحال احمد صيازه هو. فهذه هي المعصره اللي جابوا ليها الزيتون باش يتعصر.
كيف ما كتشوفوا معايا راه هي عامره بزاف، يعني في هاد الوقيته كتكون عامره. وكاين اللي كتجي النوبه ديالو ديال العصير على 10 ايام، كاين اللي على 15 يوم، وخاصو يبقى غادي جاي غادي جاي. كاين اللي كيبات تما، يعني كاين اللي 10 ايام هو بايت تما في الصباح وفي الليل، لان الا وصلت النوبه ديالو وما لقاوش صافي كتمشي ليه النوبه ديالو. يعني كيف قلت لكم هاد الناس كيضربوا تماره على هاد زيت الزيتون باش يحضروه، في التسقاط ديالو كيضربوا تماره، وحتى في العصير ديالو. الله يحسن عوانهم وصافي.